النهارده هنتعلم ازاي نجهز فايل الاليستريتور قبل ما ندخله الافتر افكتس عشان يتحرك. انا مثلا فتحت فري بيك وعجبني السين ده جدا وعايز ان انا احركه، فاول حاجه بعملها هي ان انا بعمله داونلود، عامل فري داونلود، وابدا ان انا انزله في اي حته. بس طبعا يفضل ان انا اظبط الفولدر بتاعي، بس انا لسه ما جهزتش الفايل فممكن دلوقتي انزله في الداونلودز عادي وابدا ان انا افتحه. انا كنت فاتحه قبل كده، فدلوقتي ده السين بتاعي. الاليستريتور بتاعي فاصل كل اوبجكت عن بعضه، يعني فاصل الساعة عن الكرسي عن الزرعة، فاصل كل حاجة. هل لو دخلته للافتر افكتس هل هيسمع ده؟ الحقيقة لأ، هو هيتعامل مع الفايل على انه لاير واحد او صورة واحدة، فبالتالي مش هعرف احرك اي حاجة من الحاجات دي. طب ده ليه؟ لان الاليستريتور فيه نظام اسمه لايرز، يعني لازم كل اوبجكت يبقى في لاير لوحده. فعلشان ادخله الافتر افكتس ويفهم ان ده لاير لوحده وده لاير لوحده وكل حاجه من انا عايز احركها مفصوله، يبقى لازم افصل كل اوبجكت في لاير لوحده. اعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا اجيب ويندوز اسمها اسمها لايرز. الويندو دي موجوده يا اما من هنا وابدا ادور على لايرز، او ليها شورت كات وهو F7. فهدوس F7 او ان انا اجيبه من ويندوز وابدا اشوف، هلاقي ان في حاجه اسمها لاير واحد اهو. لو عملنا زوم هنلاقي ان هو اسمه لاير واحد وفي كل الحاجات دي، يعني كل الاوبجكت دي موجوده في لاير واحد. فاول حاجه اعملها ان انا مثلا عايز امسح اول حاجه الباك جراوند البيضه دي، همسحها عشان اعرف اتعامل براحتي. وابدا مثلا انا عايز افصل الساعه دي، فهبدا ان انا امسكها اختارها عن طريق الاداه دي وهي اسمها سيلكشن تول، والشورت كات بتاعها حرف الفي. هختار الساعه وابدا ان انا ادوس كنترول اكس عشان اعمل كات، كنترول اكس، وابدا ان انا اعمل نيو لاير عن طريق ان انا ادوس على العلامه دي اللي هي جنب سله المهملات، في علامه علامه بلس اسمها كريت نيو لاير، هدوس عليها. فبالتالي عملت لي لاير جديد ابدا اقدر ان انا احط فيه الساعه بتاعتي. هدوس كنترول شيفت في او من edit paste in place اهي paste in place، الشورت كات بتاعها كنترول شيفت كنترول في. فكده جاب لي ايه الساعه في لاير لوحدها. ممكن ابدا ان انا اسمي واحده واحده عشان ما اتلخبطش. هدوس دبل كليك على لاير 2 دي، ادوس دبل كليك علمها لي، ابدا اكتب ان انا اللاير اسمه كلوك. فدلوقتي بقى الساعه لوحدها مفصوله في لاير لوحدها. لو دوست علامه العين دي اللي هي هايد او شو، بيبدا ان هو يظهرها لي او يخفيها لي. ابدا مثلا انا عايز مثلا احرك السكرينه دي، مثلا لازم اتخيل شكل الحركه الاول قبل ما ابدا ان انا احرك. انا مثلا متخيل ان مثلا هتنزل من فوق وهتقع، يعني هتنزل كده تقع، والسكرينه دي مثلا تعمل كده اهو، تعمل هزه. فبالتالي لازم عشان الهزه دي فلازم اخلي السكرين اللي فوق دي تبقى مفصوله عن القاعده اللي تحت دي. فبالتالي هبدا ان انا اول حاجه اخد السكرينه كلها كنترول اكس واعمل نيو لاير وادوس كنترول شيفت في عشان تبقى في لاير لوحدها. الخطوه اللي بعدها ان انا افصل الحاجه اللي فوقيها واللي هي السكرينه اللي فوق. عايز اختار السكرينه بس هي مش يعني كلها جروب واحد، يعني في حاجه في الاليستريتور اسمها جروب. الجروب ده يعني اللاير متجمع مع يعني كذا اوبجكت مرسوم متجمعين مع بعضهم. يا اما ان انا اعمل ان جروب، يعني ممكن اعمل ان جروب ان انا ادوس كنترول شيفت جي، او ان انا ادوس رايت كليك وادور على ان جروب، هتلاقي هنا اهو ان جروب. فدلوقتي بقى كل لاير مفصول لوحده. فممكن انا ابدا ان انا اعمل سيلكت وان انا اعمل سيلكت الحاجات دي وابدا ان انا افصلها. او الطريقه اللي انا بحبها اكتر وهي ان انا هعمل كنترول زد. هعمل ايه بقى؟ هدوس دبل كليك على الشاشه، دخلني في حاجه اسمها ايزوليشن مود. ده ان انت دخلت جوه الجروب وبقى هو ده اللي ظاهر لك. يعني بص كل حاجه بقى معمول لها، يعني بقت معموله جراي اوت
ما اقدرش اعمل لها اي سيلكشن. الحاجه الوحيده اللي ممكن اعمل لها سيلكشن اللي انا دخلت جواه اللي هو السكرين. فدلوقتي اقدر ان انا اعمل سيلكت للحاجات اللي انا عايزها. ولو عايزه يعني بصوا، لو انا مثلا اخترت الحته دي، اخترت شويه دول، وعايز اعمل سيلكت كمان للجزء ده، بدوس شيفت وادوس شيفت وكليك. فدلوقتي اخترت كل الحاجات دي. فدلوقتي انا اخترت كل السكرين، ادوس كنترول اكس، وبعد كده اطلع من الايزوليشن مود عن طريق ان انا ادوس اسكيب، وبعد كده اعمل لاير وادوس كنترول شيفت في. ايه ده ما اتعملش ليه؟ معلش ارجع تاني. كنترول اكس، اسكيب، نيو لاير، كنترول شيفت في، كده ظبط. وممكن وقتها ان انا ادوس العلامه الدايره الصغيره دي اللي هي على اليمين خالص في اللايرز، ادوس عليها هيعمل لي سيلكت لكل اللاير بتاعي، وادوس كنترول جي عشان اعمل جروب، بحيث ان انا لما اجي احركهم في الالستريتور يتحركوا مع بعض، بحيث ان انا ممكن من غير قصدي احرك حاجه من غير قصدي، فالجروب ده بيحميني شويه. ماشي، انا هعمل تايم لابس سريع لفصل باقي الحاجات عشان متزهقوش. عامه هي كده كلها نفس البروسيس بالظبط، مفيش اي اختلافات. فتعالوا نشوف هنوصل لايه. في معلومة بسيطة، ان انت لو لقيت شكل الدايرة دي لما تيجي تدوس عليها شكلها كده رمادي، فاصلة كده رمادي، يعني بصوا لما انا ادوس هنا بيطلع لي مربع جنبها بلون. لو لقيت ان مفيش مربع جنب الدايرة بتاعتك اعرف ان اللاير ده فاضي مفيهوش حاجة، فتقدر تعمل له ديليت بسهولة. لو جيت تعمل ديليت لاي لاير فيه حاجة، هيديك رسالة الاول ان هو ان انت عايز تمسحه ولا لا. في حركة بتسهل عليا قوي لو انا عندي اوبجكتس كتير كلها نفس الحاجة، ان انا بكتب اسمها عشان اجي اعمل رينيم. لما باجي بكتب مثلا، انا مثلا هنا هكتبها اسمها زرعة، زرعة ليف. فبدل من ان انا اقعد اسمي كل حاجة لوحدها، باخد الاسم كوبي، وابدا ان انا اجي على كل لاير ادوس كنترول في، فببدا ان انا اكوبي بيست الاسم بسهولة، بحيث ان انا اسمي الحاجة في نفس الوقت ما تاخدش مني وقت، وتضيع عليا فرصة ان انا الحاجة تبقى منظمة، وفي نفس الوقت ما ضيعش وقتي. انا كده فصلت اللايرز بتاعتي كلها، وسميت كل لاير بتاعي، واتاكد ان مفيش اي لاير مش متسمي، وابدا ان انا اعمل سيف. هدوس كنترول شيفت اس، وابدا ان انا مثلا عامل فولدر للسين بتاعي. هبدا اعمل فايل، انا بسمي الفايلات الالستريتور بسميها فيكتورز، يعني بكتب كده فيكت عشان اعرف ان ده فايلات الستريتور. وابدا ان انا اسمي الفايل بتاعي، هنا هسميه مثلا ده سين، واكتب مثلا سين 1، وادوس سيف، واسيف الستريتور، وادوس اوكي. اتاكد بس ان انا اتاكد ان هنا مختار الستريتور، ادوب الستريتور، وادوس سيف. هروح بقى على افتر افكتس واعمل امبورت للفايل بتاعي. وهنا لازم اتاكد من شويه حاجات. اول حاجه ان انا ما ادوس هنا الستريتور بي دي اف سيكونس، ده مش سيكونس، ده فايل عادي. السيكونس ده بيبقى فايلات، يعني بيبقى سيكونس فايلات ورا بعض. يعني مثلا لو انا مرندر مثلا بي ان جيز، يعني فيديو على هيئه صور، فببدا ان انا اعمل سيكونس، لكن في العادي مش بختار السيكونس دي. واجي امبورت از، دي اهم حاجه ان انا ادوس عليها، واختار composition retain layer sizes. ليه بختار الاختيار ده؟ عشان يحطهولي في composition، ويخلي كل layer بالسايز بتاعه، يعني ما يبقاش لو اخترت composition بس هيخلي لي كل object بحجم الكومبوزيشن كله، فبالتالي السلكشن بيبقى صعب، وان انا الاقي اللاير بتاعي بيبقى صعب برضو. فبالتالي بختار الاختيار اللي في النص ده retain layer size، ان هو يحافظ على السايز بتاع كل layer بتاعي. فهدوس import، هيبدأ يعمل import. بشد الكومبوزيشن بتاعي واحطه هنا،
وابدا ان انا ادخل جوه السين. هغير بس اللون عشان اشوف، خليه ابيض وادوس اوكي. ابدا دلوقتي اتاكد ان انا، بصوا انا كده كل لاير بقى عندي مفصول ومتسمي بالاسم بتاعي اهو. الشير اهوت اقدر ان انا احركه، اقدر احرك كل زرعة شجر، ابدا ان انا اغير الانكر بوينت بتاعها واحركها كده، وابدا او احركهم كلهم. ابدا ان انا عندي الفرصة ان انا احرك الحاجة. فده كده انا عرفت ازاي افصل وادخله على الافتر افكتس، ويبقى الفايل عندي جاهز للحركة.